السلام عليكم. هذه قطعة شعرية بمناسبة تأهل الفريق الوطني المغربي لثمن نهائيات كأس العالم بقطر. بالتوفيق لفريقنا الوطني فيما تبقى من البطولة إن شاء الله، وشكرا جزيلا على تفاعلكم. الغجرية والأسود. ها هو الفتى ربح كندا وتأهل للثمن وزادنا فخرا. موعده المقبل يوم الثلاثاء مع حسناء في أتم اللياقة، حفيدة ابن عباد كلها رشاقة، قمة الجمال والملامح البراقة، أمامها تتوه وتفقد الصواب. أما سبق وأخطأنا الحساب، عشقنا الغجرية وهجرنا البلاد، بكينا بحسرة معالم غرناطة، تركنا الأندلس والقصور والسلطان لأجل جمال وعيون مريم. لا تتيهوا في لقاء الثلاثاء، حصنوا الثغور وأغلقوا الباب أمام الغجرية الراقصة الجذابة. أنغام الفلامينكو تسحر الألباب، وكل غافل معها منساقة. اتبعوا الكرة وغضوا الأبصار، فالغجرية ملامحها براقة ورقصتها شيطانية محتالة. سجلوا في مرمى الجارة، فهي ليست صعبة كالمعتادة. اسألوا المغوار طارق بن زيادة، دخلها بقوة الإيمان والإرادة. قلوبنا معكم يوم الثلاثاء، وحناجرنا تعيد الهتاف. كل العرب يرددون الأسود، وبإذن الله دعواتنا مستجابة. شكرا جزيلا. نور الدين بشكرون.